ملعب محترم يا امام نص عاشور. ملعب محترم، بس الاهلي معلش خط الدفاع الاهلي مش عارف اقول لك ايه. بعد ما مشي رامي ربيعه وبعدين مشي التيم بتاعه يعني الاهلي عنده مشكله في الدفاع. عنده مشكله. امبارح يعني احنا كلنا اتفرجنا. اتمنى يلعب الجزار. انت جايبه ليه؟ ما تلعبه وتنزله. بس دي امور فنيه معاهم يعني هم. بس هو مدرب، انا شايف ان المدرب ده كويس. المدرب ده كويس، بس احنا عايزين نشوف اداء الاهلي. عايزين نشوف اللعيبه انت اشتريتها. انت النهارده عندك في مشكله في داخل خط الدفاع. ما تشوف الجزار. لا ودي ما شفناهوش خالص. يعني الاهلي بيعاني في الدفاع اه من طبعا. بعد ربيعه ومن بعد محمد عبد المنعم ومن بعد الناس الحلوه دي. حضرتك انت قلت كلمه كويسه. محمد منعم كان بيحل لك مشاكل لما يكون انت متعادل او خسران، كان بيطلع فيك كوره يحط لك جون. وربيعه برضو كان بيهدف. وربيع كذلك. ما يعني التيم ده بصراحه الاهلي خسره. مش عارف يعني انت مشيت ليه؟ مش عارف مشي ليه. يعني انت شايف حلولها بالجزار. هو ده الحل. ما هو الجزار ده تشبهه مين بقى؟ برامي ربيعه، بوائل جمعه. روح انت النهارده عاوز روح. عاوز روح يديك في الملعب. ايه مشاكل الاهلي تاني غير الدفاع؟ لا هو ده بس. يعني الاهلي ما عندوش غير مشاكل دفاعيه من وجهه نظرك؟ هجوم، باك يمين، باك شمال، ديفندر، موجود كله، بس هو الخط الدفاع. خط الدفاع. طب بتفتكر الاهلي عوض ابو علي؟ الاهلي لحد دلوقتي لا. مفيش. كانت مين اللي يحط الاجوان؟ اللي مقدمين من انت الخلف. لسه بتقول لي مفيش مشاكل في الاهلي غير في الدفاع. ما عنده مشكله اهو في الهجوم، ما ما عندوش راس حربه. هو صح، هو صح، بس المدرب بيعتمد عليه. اللي مقدمين من الخلف زي ما بيقولوا. خد بالك مين اللي حط الاجوان امبارح؟ امام عاشور، دريزيجيه، زيزو. هل حد من الهجوم حط؟ ماشي، بس دول لعيبه مهاريين، لعيبه لازم اشوف منهم اهداف. اصل اللعيب المهاري دي اشوف منه مهاره واشوف منه اهداف، اشوف منه متعه، اشوف منه ربط بين نص الملعب وبين الحاجات دي لازم. وبعدين ده النادي الاهلي كبير، يعني لازم يبقى عنده العناصر دي. تفتكر بقى النقطه دي مهمه، الاربعه دول اللي انت قلت عليهم بيأثروا في الملعب ولا بيفيدوا الاهلي؟ او يعني ان انت تلعب مثلا بتريزيجيه وبن شرقي وزيزو وامام عاشور، الاربعه دول لما تيجي تلعب بيهم بيأثروا على الاهلي ولا بيفيدوه؟ او انتوا حضرتك شلت كلمه كويسه. المفروض انزل خلي اثنين في الملعب واثنين احتياطي. اقدر في ماتش عندي متعثر، متعادل او خسران، والاربعه بيلعبوا. مفيش ماتش متعثر، ده انت دلوقتي في سباق دوري. في سباق دوري، ده انت دلوقتي خلاص يا تلحق يا ما تلحقش. طب ما الاهلي يعني متعادل انا الماتش لازم العب بكويت، ده ماتشات كاس يا فندم. الاهلي متعادل الماتش اللي فات. ماشي متعادل الماتش اللي فات، بس انا دلوقتي في ماتشات كاس، انا داخل مسافه ما اخش مثلا على الدور الثاني ولا حاجه، خلاص انا مش هلحق. هو كلامك مظبوط. فانا لازم ادفع بقوتي الضربه كلها، لازم يا حياه او موت. وبعدين الدوري ده دوري استثنائي، الموسم ده موسم استثنائي. صحيح. فانت من وجهه نظرك الناس دي بتاثر ولا الناس دي بتفيد النادي الاهلي لما يكونوا الاربعه موجود؟ لا وانت عندك لازم يكون في الدكه احتياطي عشان خاطر لو في زي ما قلت لحضرتك في بدايه كلامي في تعصيب في اي ماتش، في ماتش متعقد، لازم تنزل واحد منهم او اثنين بالظبط. الملعب ما يستحملش اربعه في الملعب. الملعب ما يستحملش ما اربعه يستحملش مهاريين في نجوم. الملعب. نجوم. عندك فريق سان جيرمان لما جاب نيمار وجاب ميسي حصل ايه؟ الزمالك فريق الاحلام. دي حقيقه. لازم أن تخلي الدكه مدعمه بخبرات بره خارج الدكه، عشان لو اتعثر في اي ماتش يحل لك بعد كده في الشوط الثاني، في بدايه الشوط الثاني، في نص الشوط الاولاني. طب شايف ان الاهلي يقدر يكمل الضغط على سباق الدوري؟ لا الدوري موجود في الملعب واللي هيكسب هيكسب. لا يعني انا بكلمك السؤالي ان مثلا بوجود المدرب ده، بوجود اللعيبه الكبار دي، بوجود الدعم من مجلس الاداره بتاع النادي الاهلي، شايف ان الاهلي يفضل مكمل ان هو يبقى في سباق الدوري، في سباق البطوله السنة لا دي هينافس الاهلي هينافس. الاهلي وبيراميدز لا، هينافسوا. في السباق يعني ممكن ياخد الدوري. اه طبعا. طبعا. ليه؟ الاهلي ما الزمالك كان قبل كده الفرق يعني من الاهلي ب 17 بونت والاهلي خد الدوري. يعني الزمالك السنه دي ممكن يتعثر. هو مش بص الدوري السنه دي يا استاذنا غير اي سنه. احنا بنشوف المفاجآت في الدوري. بيراميدز اتعادل، بيراميدز خسر، بيراميدز كسب، الزمالك كسب، الزمالك بقى له كام ماتش كسبان؟ بقى له فتره كسبان. الاهلي دلوقتي والبيراميدز بيفكروا في بطوله افريقيا. دماغهم كله في بطوله افريقيا. طيب بما اننا جينا البيراميدز، شايف ان بيراميدز بقى منافس حقيقي في الدوري؟
طبعا ده واخد بطوله افريقيا. لا مش شرط. طب ما ايه المشكله ان انا اخد بطوله افريقيا وابقى ادائي مش احسن حاجه في الدوري؟ في فرق كبيره بتاخد بطولات افريقيه، بطولات اوروبيه، وبتبقى في الدوري بتتعثر.